السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ صباح الخير صباح الخير. عاملين ايه يا حبايب قلبي النهارده؟ وحشتوني من امبارح للنهارده والله العظيم. ربنا يزيدكم نعمة في حياتي يا رب. ثواني بس ارجع لكم تاني ثواني. انت عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه من امبارح للنهارده؟ وما انتوا ناسيني ام ادهم ليه بقى؟ انتوا ناسيني خالص 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 خالص. عشان هو انتوا ناسيني عشان انا بقى قعدت شوية ايام ما صورتش عشان رحيم كان تعبان وعيني تعبانة. طب ينفع يا حبايب قلبي ام ادهم؟ ها؟ انا زعلانة منكم والله العظيم، زعلان. انا شكلي كمان انا اللي ايه شميت العدوى كلها، وشكلي انا بكره هتعب. يا حبايب قلبي فوقوا معايا بالله عليكم، ربنا يصلح حالكم وحالنا يا رب. فوقوا لهم وادهم بقى شويه. تفعيل الجرس فين؟ وفي اللايكات كتير. ببص كده ماشي على 5 لايكات او 3 لايكات يا حبايب قلبي. تفعيل الجرس. طب احنا كملنا المشترك يا حبايب قلبي، كملت لهم كل حاجه. اللي يعرف حاجه عن اليوتيوب بقى يقول لي. انا خلصت كل اللي هم الشروط بتاعتهم كلها جايبه 1001 مشاهده، وجايبه المشاهدين طبعا مش قادره اوصف لكم. بسم الله حبايبي كتير، ربنا يسعدكم ويسترها عليكم يا رب، ويزيدكم نعمه في حياتي، وربنا يخليكم ويدعموني كده وقفوا معايا كده بالله عليكم، عشان انا مش هكبر الا بيكم ومش هستند الا بيكم. انتوا عيلتي وسندي وظهري وكل حاجه، انتوا كل حاجه. سواء ربنا يديني مش هيديني بقى، انتوا برضه انا بحبكم حب لله، واحنا كلنا اخواتي يا حبايب قلبي. بالله عليكم بقى انا زعلانه جدا. ماشي؟ ينفع ان انا ام ادم تزعل؟ واشكر كل واحده بتدعمني، واشكر كل واحد بيقول لي الف سلامه على ابنك. ربنا يزيدكم نعمه في حياتي يا رب، ويخليكم ليا ويبارك لكم. واحنا في ايام فيها ميكروب جدا، ربنا يشفي. الدكتور قال لي كده، قال في ميكروب جامد ماشي في الجو للاطفال وللكبار. ربنا يسترها علينا يا رب. هنعمل اكله خفيفه كده بليله. تعالى يا مصطفى كده. ثواني يا مصطفى، ممكن ترجع لي تاني؟ ارجع لي تاني يا مصطفى. احلى الله يكرمك ادم. تعالوا بقى شوفوا البليله. انا قلت ايه؟ جبتها لهم. بصوا بسم الله ما شاء الله البليله. والله بيقولوا في واحد بيقول لك الكيلو ب 15 كام يا مصطفى؟ ب 30. وانت جايبني الكيلو بكام يا مصطفى؟ الكيلو ب 13. الكيلو ب 13 يا حبايب قلبي. انا جبت نص كيلو ب 6.5 يا مصطفى. وبصوا يا حبايبي، وحطيت عليها كوبايه رز. وبسم الله ما شاء الله. دي هنعمل النهارده البليله. وده اللبن بتاعنا، جبت برضه جبت له نص كيلو لبن اهو. حاطين من بعيد يا درش يلا عشان نحط. بصوا يا حبايبي بعمل بليله كده جميله قوي، لان عايزه تفطر احسن من الفول يا حبايبي. والله احنا زينا بقى من الفول. بصوا بعملهم الطبق بتاعهم كده بسم الله ما شاء الله اهوت. وجبه خفيفه برضو. والبليله دي جميله جدا وفيها فيتامين وحلوه قوي 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 للاطفال بتاعتنا برضو. بس طبعا رحيم لسه انا هجيب له سلالات ان شاء الله، عشان هو داخل في ال5 اشهر، وانا جبت من على النت. لازم ياخد اللي هو السلانك بتاعه يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله اهو يا حبايب قلبي. احلى بليله والله العظيم، فطار جميل جدا على الرز بتاعنا الجميل، وحاطين عليها كوبايه رز اهو. نحط عليها بقى اللبن. ثواني يا درش. بسم الله ما شاء الله يا حبايب قلبي. ما بحبش احط لهم في اطباق صغيره يا حبايب قلبي. بصوا كده كل واحد يعرف ياكل، واللي يفضل منه بقى يشيله في التلاجة عادي. هيبقى فيه اللبن اهو. بسم الله ما شاء الله. ماشي يا حبايبي. وهنجيب معلقه ايه نحط برضو السكر عفوا. بصوا كده يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. تعالى صورني كده يا مصطفى. بص يا مصطفى اهو يا حبايبي. جيب الحاجه عدل بقى من عندي. قرب وتجيب الاطباق يا مصطفى. جبتها والله. ماشي عادي. نشوف انا لغايه ما اخلص السكر يا ابني. ثبت ايدك معلش يا حبايب قلبي، هو برضو مش عارف يصور. اهو يا حبايبي. واللي يعوز بقى سكر اهو ممكن تطلع اهي ده يا ادم. ماشي يا حبايب قلبي. يلا بينا على السفره بتاعتنا المطوله، عشان هناكل جوه في المطبخ. احلى لايك لام ادم وتفعيل جرس ينزلكوا كل جديد. يلا معايا جوه. يلا يا مصطفى بينا. حبايب قلبي نسيت احط اللبن معاكم جوه في المطبخ. هنحط اللبن مع بعضنا. يلا يا مصطفى. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. صور عيد بالله عليك عشان حبايبنا ما يزعلوش مننا. بسم الله ما شاء الله. قشطه نزلت. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله ما شاء الله يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله. اقعد بقى عشان ايه ادم هيعمل كارثه. بصوا يا حبايب قلبي دوت كان يومنا النهارده ماشي، عشان انا بقول لكم استني يا دودو عشان اما اقلبه لك يا حبيبي. ده اللي كان يومنا النهارده، ده الفطار خفيف. انا كنت قمت بقى عملت نشاط في الشقه والله العظيم الصبح ما قعدتش. قمت روقت الشقه كلها من الصبح والله العظيم ما قعدت. قمت روقت ومسحت المطبخ ومسحت الشقه وغسلت المواعين وعملت كل حاجه، وطلعت البطاطين بتاعتي وكل حاجه شمستها وفرشت الشقه. وكنت انا معلقه على البليله، قومي قدومه كده عشان ما تقعدش على الارض. قوم كده عفوا يا حبايب قلبي. وخلصت كل اللي ورايا بقى كنت انا حاطه دي على النار ومطيه النار. وخلصنا يا حبايب قلبي اهو، احلى فطار اهو ماشي. بالله عليكم بقى تعالوا اتفضلوا معانا. احلى بليله والله العظيم يعملوها زي انا ما بعملها كده. في ناس بتحط عليها اللبن ويغليها غلوتين 3، كل واحد وعلى حسب بيته بيعمل ايه. انا كنا هنعمل شعريه، قلت لا بلاش شعريه. قلت البليله جميله ومغذيه وحلوه وفيتامين وجميله جدا وفيها كميه حديد وكل حاجه فيها. طبعا الدخيل بلدنا بيتعمل منه الدقيق، القمح دوت بيتعمل منه الدقيق وبيتعمل منه جزء منه القرص والبكاكين. طبعا صح ولا انا غلطانه يا حبايب قلبي؟ بس هي غلت قوي. في واحد بالعطار بيقول ب 30 جنيه اللي هي البليله دي ب 30 جنيه. استني يا دودو. واللي يقول لك مش عارفه الاخيره بقى لما مصطفى راح لواحد تاني قال له بكام يا مصطفى؟ 13 ب 13 جنيه. جبت نص كيلو يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. بصوا عملت لي كتير وحطيت معاها كوبايه رز وانا والله العظيم مش عايزه اقفل معاكم كده الاكل السخن يعني. وانا بحبكم قوي يا حبايب قلبي، وربنا يستركم ويزيدكم نعمه في حياتي يا رب يستركم. انا عايزه اطول معاكم كمان شويه كده. بالله عليكم يا حبايب قلبي اللي بيتفرج على فيديوهات ام ادم ومصطفى بيجي له اعلانات، بيجي على فيديوهاتي اعلانات يكتب لي في التعليقات بالله عليكم وقولوا لي انا خلصت الشروط بتاعت اليوتيوب كلها. جالي رساله قال لي انت خلصتي يا ام ادهم، وجالي رساله ثانيه بس كله بالانجليزي انا ما اعرفش. بالله عليكم يا حبايب قلبي يا زمايلي يا حبايبي كلنا كده مع بعضنا، ربنا يا رب يسعدكم ويسعدني يا رب. انا قبل ما ادعي لنفسي بدعي للجميع عشان الدعوه تجوز يا حبايب قلبي، وربنا يشفينا ويشفي كل مريض. اللي يعرف حاجه على اليوتيوب انا كده خلصت له حاجته، اكتبوا لي في التعليقات بالله عليكم وعرفوني اعمل ايه تاني. خلاص جبت ال1000 مشترك ايه صح يا مصطفى، وجبت ال1000 لايك وزياده كمان يعني زي لايكات كتير بسم الله ما شاء الله حبايبي كتير. وجبنا مشاهدين بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يزيد ويبارك يا رب يزيد ويبارك عشان ربنا يعلم بالست دي والله وظروفي بجد. دي لقمه عيش بعملها عشان خاطر عيالي والله العظيم بجد، عشان انا برضو معيش رجاله، مفيش الا ابويا راجل كبير واحنا اسرتنا زي ما انتم شايفين. طبعا بنتي الصغيره متجوزه وعايشه مع جوزها وحامل ربنا يومها بالسلامه يا رب. وبنتي الثانيه طبعا عندها 19 سنه طبعا بتشتغل برضو. ومعايا يوسف ابني ومعايا عيالي كلهم بسم الله ما شاء الله. العيال اللي هم الصغيرين دولت معيش حد والله الا ربنا وثم انتوا يا حبايب قلبي، وانا مش اكبر الا بيكم. ربنا يزيدكم نعمه في حياتي يا رب ويخليكم ليا يا احلى ناس يا احلى حبايب. وادم بيعمل حاجه مش حلوه يا حبايب وانا عايزه ابطلها له، بياكل من طبق غيره. ادم ابني بياكل من طبق غيره. بس يلا انا اتعلم الادب برضه. كلي من طبقك يا كوكا عشان عيب. والطبليه دي بقى مسكتها بقى غسلتها يا حبايب قلبي في الحمام قبل ما احط. غسلتها والله خليتها فله. بصوا بخليها فله كده، ولما بخلص اكل الزفاره او كده تتغسل برضه وبعقمها بالقرون. والله بصوا خليتها فله. مفيش احسن من النظافه يا حبايب قلبي. انا ما عادش اقعد الا في حته نظيفه والله العظيم، بس انا راضيه بحكم عليا والحمد لله احنا احسن من غيرنا برضه. وانا بحبكم قوي قوي. انا مش عايزه اقفل والله، بس مصطفى يقول لي عايزه اكل جديد هيموت هيرد على البليله. بس الاكل مش هيهرب، الاكل موجود اهو. ربنا يزيدكم نعمه في حياتي ويخليكم وادعوا لي وربنا يستركم يا رب وما تحرمش منكم. ادعوا الرحيم والادم ولنا كلنا واشفوا كل الاطفال كلها، اشفوا كل الاطفال يا حبايب قلبي. وربنا يزيدكم نعمه في حياتي ويخليكم. واحلى لايك بالله عليكم اللي يعرف حاجه عن اليوتيوب يكلمني. واحلى لايك لام ادم ومصطفى وتفعيل الجرس ينزلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واتفضلوا معانا يا حبايب قلبي. مع السلامه.